يا أهلا بكل متابعين قصة فيلم. معانا النهاردة فيلم جديد، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. ومش هوصيك بقى، شوب القهوة التمام ويلا بينا نبدأ. فيلمنا النهاردة بيبدأ مع شاب بيعاني من شلل النوم، وبيكون عبارة عن شخص بيصحى في نص النوم وبيكون فايق وحاسس بكل حاجة حواليه، لكن مش قادر انه يحرك جسمه. وبيحاول الشاب يفوق نفسه لحد ما بتظهر قدامه واحدة ست شكلها مرعب وبتفضل باصاله، وبيترعب الشاب وبيحاول يهرب لكنه بيفشل. وفجأة بيتسحب من مكانه وكأن في حاجة بتشده. وفي مكان تاني بنشوف واحدة اسمها واندا، واللي بتكون مقيمة في بيت أخوها لوكاس وزوجته جلوريا، وده لأنها انفصلت عن زوجها مؤخرا وقررت إنها تقعد معهم لفترة. وفي يوم بتطلب واندا من أخوها إنها تستلف العربية بتاعته، وبتقول إنها قدمت على تجربة لدراسة مشاكل النوم، لكن التجربة في مكان بعيد ولازم تروح بعربية. فبيتخانق معاها لوكاس، وده لأنها مستهترة. ومن وقت انفصالها عن زوجها وهي قاعدة في البيت ومش بتعمل حاجة، وبيكون متضايق إنها حتى مش بتفكر إنها تشتغل ولا تصرف على نفسها. وبتتضايق واندا من كلامه وبتقول ان الطبيب اللي هيعمل التجربه دي هيدوم مبلغ مالي في المقابل. وبتكون واندا مهتمه بالتجربه دي ونفسها تعمل اي حاجه مفيده في حياتها. ومع ذلك اخوها بيكون رافض تماما انها تاخد العربيه، وبيقول انه متعاطف معاها لكن مش عايزها تتصرف بدون وعي وتخلي الحاله اللي هي فيها تاثر على قراراتها. وبيكون شايف اللي هي بتعمله ده مجرد هروب من مشاكلها، وده لانها لحد دلوقتي مش قادره تواجه نفسها بانها انفصلت عن زوجها. وبتدخل زوجته جلوريا في الكلام وبتقول لواندا ان وارد ان الدكتور ده يكون نصاب وانها حتى ما تعرفوش، ويدوم ملت الاستماره من على النت. وبعدها بيطلب منهم لوكاس انهم يناموا دلوقتي وبكره يكملوا مناقشه في الموضوع. وبتقول واندا انها محتاجه تكون هناك بكره، فبيوعدها انهم هيتناقشوا تاني على الفطار. وبتطلع واندا في اوضتها وبتحاول انها تنام لكنها بتفشل، فبتقرر انها تاخد شنطتها اللي بتكون محضراها من كذا يوم فاتوا. وبعدها بتروح تسرق مفتاح العربيه علشان تمشي، لكن اخوها بيكون واقف بره البيت عشان بيشرب سجاير وبيشوفها. وبالرغم من انها صدمته فيها انها سرقته، لكن بيقرر انه يسامحها ويسيبها تاخد العربيه وتروح تعمل اللي هي عايزاه. وتاني يوم الصبح بتوصل واندا على المكان بعد ما استعانت بالجي بي اس، لكن بتتفاجئ انها في منطقه فاضيه ومفيش فيها اي مباني هناك. وبعدها بيظهر شخص اسمه فيكتور وبيقول لها انه مساعد الدكتور المسؤول عن البحث، وبيطمنها ان المبنى قريب من هنا، لكن دي قريه صغيره وعشان كده الجي بي اس مش دقيق قوي. وبيبان ان واندا بدات تحس بالقلق، ومع ذلك بتوافق انها تروح معاه. وبعدها بيركب كل واحد عربيته وبياخدها فيكتور للمبنى، وهناك بيسيبها وبيروح ينادي على الدكتور. وفي الوقت ده بتبدا واندا انها تمشي في المكان عشان تتعرف عليه، لحد ما بتقابل شابه اسمها مارجو، وبتعرف انها واحده من المتطوعين اللي هيشاركوا زيها في البحث. واثناء ما هما بيتعرفوا على بعض بيوصل ريتشارد الدكتور المسؤول عن البحث وبيسلم على واندا، وبعدها بيعرفها على سيو المتطوع الثالث اللي هيكون معاهم، وبيقول انهم كده هيستنوا اخر متطوع معاهم. وبعدها بياخدها ريتشارد علشان يقيس وظيفها الحيويه عشان يتاكد انها كويسه، وبيبدا يعرفهم على المكان، وبيقول ان دي كانت مستشفى كبيره، وان القسم اللي هم فيه تحديدا كان مخصص للمرضى المصابين بفيروس كورونا، لحد ما طلع قرار ان المستشفى تتنقل لمكان تاني. ومن وقتها والمبنى ده فاضي، وهو قرر ان هو يستغله عشان يعمل فيه البحث بتاعه. وبيبدا ريتشارد يكلمهم عن البحث، وبيقول ان هو مهتم بمشاكل النوم بشكل عام ومشكله شلل النوم بشكل خاص، وكان قاصد انه يختار 4 اشخاص مش بيعانوا من شلل النوم عشان يحاول يدرس حالتهم ويعرف ايه الفرق بينهم وبين اللي بيعانوا من المشكله دي. واثناء الكلام بيوصل للمتطوع الرابع واللي بيكون اسمه بورتر، وبيتعرف على الباقيين. وبعدها بياخدوا ريتشارد عشان يتاكد من كل وظائفه الحيويه. فبتتوتر واندا وبتقول انها مش موافقه يجربوا عليها اي ادويه، فبيطمنها ريتشارد انهم مش هيجربوا ادويه ولا حاجه، وكل اللي هو محتاجه انه يعرف ايه الفرق بينهم وبين اللي بيعانوا من المشكله دي، وكمان يلاقي طريقه ينفع يتعاملوا بيها مع المشكله. وبيقولوا ان الميزه فيهم ان عمرهم ما عانوا من الموضوع ده، وهو لو قدر يعرف ازاي ممكن يخليهم يعانوا من شلل النوم هيفهم المرض اكتر ويقدر انه يلاقي طريقه لعلاجه. وبيقول ريتشارد انه هينومهم تنويم مغناطيسي، وبعدها هيراقب تصرفات كل واحد فيهم اثناء النوم. وبيكونوا كلهم موافقين ما عدا واندا اللي في الاول بتكون قلقانه من التجربه، ومع ذلك بتوافق انها تكمل اللي بدأته. وبيقول لهم ريتشارد انه هيسيبهم يرتاحوا باقي اليوم وهيبداوا شغل بكره، ولكن بيقول ان كل واحد فيهم هيكون مقفول عليه باب اوضته، وده لانه خايف من التجارب اللي هيعملها تكون ليها تاثير عليهم وتخليهم يعانوا من مشكله المشي اثناء النوم، واللي وارد تسبب لهم مشاكل من اي نوع. وبيحكي لهم عن اكتر من شخص كانوا بيعانوا من المشكله دي، وواحد منهم ساق عربيته وهو نايم وبعدها عمل حادثه ومات. وبالليل بيتجمع الاربعه في الكافيتيريا علشان يتعرفوا على بعض، وبيحكي كل واحد فيهم عن نفسه. وبعدها بيتكلم معاهم ريتشارد عن اول حاله مذكوره في التاريخ كانت بتعاني من شلل النوم، وبيبدا يحكي لهم تفاصيل اكتر عن المرض لحد ما بيزهقوا من التفاصيل الطبيه، وبيقرروا ان هم يرقصوا ويستمتعوا بوقتهم. وتاني يوم بيجتمع بيهم ريتشارد في مكتبه علشان يبدا التجربه، وبيقول لهم انه هينومهم مغناطيسي. وبعدها بيطلب منهم ان هم يركزوا في حاجه شبه البندول، وبيبدا يردد كلمات معينه عشان يركزوا معاه لحد ما يناموا. وبعد شويه بيتاكد ان كلهم ناموا وبيبدا التجربه. وفي الوقت ده بتشوف واندا نفسها في مكان مظلم، وبتبان انها مرعوبه وعشان كده بتحاول انها تخرج لكنها بتفشل. وبتشوف قدامها واحده ست شكلها مخيف وكانها شبح، فبتصرخ واندا لحد ما بتفوق. وفي نفس اللحظه بيفوق باقي المتطوعين وكلهم بيكونوا مرعوبين، فبتسيبهم واندا وبتدخل الحمام عشان تهدى. وبتروح مارجو وراها علشان تطمن عليها،
وبتحكي كل واحده عن اللي شافته، والمفاجاه انهم بيكونوا شافوا نفس الحاجه ونفس الست المرعبه، فبيجروا عشان يحكوا للباقيين، وبيعرفوا ان سيو وبورتر هم كمان شافوا نفس الحاجه وبيكونوا كلهم مستغربين. ولكن ريتشارد بيطمنهم وبيقول لهم ان كلامهم ده معناه انه قدر انه يقتحم عقلهم الباطل ويقدر يتحكم في اللي هم بيشوفوه، وبيطلب منهم يهدوا علشان يقدر يكمل كتابه التقرير ويسجل فيه ملاحظاته. وفي الوقت ده بيكون سيو مرعوب وبيسيبهم وبيدخل اوضته، واما الباقيين فبيخرجوا يقفوا بره المبنى علشان يهدوا، وبيفضل كل واحد فيهم يفكر في اللي حصل. وبعدها بشويه بيتجمعوا تاني مع ريتشارد واللي بيسمح لهم انهم يرتاحوا بقيه اليوم، وده لانه تاني يوم هو ناوي انه يعرضهم لتنويم المغناطيسي مره تانيه. وبالليل بيكون كل واحد فيهم نايم في اوضته، وفي نص الليل بيصحوا كلهم في نفس اللحظه، وبيظهر انهم بيعانوا من شلل النوم. حتى ريتشارد نفسه بيعاني من نفس الحاجه دي وفي نفس الوقت، وبيبان ان دي اول مره ليه، وعلشان كده بيكون خايف وعاوز يصرخ لكنه مش بيعرف. وبيشوف نفس الست المرعبه وهي واقفه قدام باب الاوضه، ولكن في النهايه بتسيبه وبتروح لواندا، وبتفضل تتنقل ما بينهم وهم مرعوبين ومش قادرين ان هم يتصرفوا، لحد ما فجاه بتقرب من سيو، وبعدها بيسمعوا صوت صرخته. وتاني يوم بيصحى الثلاثه المتطوعين وهم مرعوبين من اللي شافوه، وبيفضلوا يدوروا على سيو، والمفاجاه ان بيكون اختفى، وبيكونوا كلهم قلقانين عليه ما عدا ريتشارد، واللي بيخمن ان سيو خاف عشان كده قرر ان هو يروح بيته. وبيظهر ان الباقيين مش مقتنعين، وخصوصا انهم شافوا نفس الست المرعبه وبعدها سمعوا صوت صراخه، وبالرغم من ان ريتشارد شاف نفس الحاجه لكن بيخبي عليهم، وبعدها بياخدهم لمكتبه وبيبدا يسمع تجربه كل واحد فيهم على اللي شافه، وبيفضلوا مهتمين باللي حصل لسيو لكنه بيتجاهل اسئلتهم. وبعدها بشويه بتعرف واندا ان مارجو قارئة طاروت، فبتطلب منها انها تعرف حظها، وبيظهر ان مارجو شافت حاجه وحشه وعلشان كده مش بترضى انها تقول لها. وبالليل بياخدهم ريتشارد عند جهاز الكمبيوتر الخاص بيه، واللي بيكون متعود يراقبهم وهم في اوضتهم من خلاله، وبيقدروا يشوفوا لحظه اختفاء سيو. وبيظهر انه صحي فجاه من النوم وفضل ماشي بدون وعي اتجاه الباب، وبتكون دي اخر حاجه شافتها الكاميرا، وبعدها محدش يعرف عنه حاجه. وبيكون ريتشارد لسه مقتنع بكلامه وان سيو اكيد خايف وقرر انه يمشي، ولكن الباقي بيعترضوا، وخصوصا ان شكله هو ماشي كان في حاجه بتشده. وبتقترح واندا انهم يتصلوا بالشرطه، لكن ريتشارد بيرد عليها وبيقولها ان الشرطه مش هتقدر تاخد اي اجراء لحد ما يعدي 48 ساعه. وبالليل بيكون كل واحد فيهم نايم في اوضته، وبيصحوا في نفس اللحظه بنفس الطريقه بتاعت المره اللي فاتت، وبيفضل كل واحد فيهم يعاني من شلل النوم. والغريبه انهم شافوا نفس الست بتقرب من كل واحد فيهم. وتاني يوم الصبح بيكتشفوا ان ريتشارد نفسه اختفى، وده اللي بيخوفهم اكتر، وخصوصا انهم من غيره مش هيعرفوا يعملوا اي حاجه. وبيشوفوا الكاميرات وبيلاحظوا ان ريتشارد قام من النوم فجاه وفضل يمشي اتجاه الباب نفس الطريقه اللي خرج بيها سيو قبل ما يختفي. وبعد تفكير كتير بيخاف بورتر وبياخد شنطته وبيمشي، وبيحاول البنتين ان هم يوقفوه لكنهم بيفشلوا. وبتبدا ماركو هي كمان تفكر بانها تمشي، لكن واندا بتقول لها ان ما عندهاش مكان تروحه، وبتكون مصره انها تقعد وتفهم اللي بيحصل. فبتقتنع مارجو وبتقرر هي كمان انها تقعد معاها. وبيلاقوا ريتشارد محتفظ برقم فيكتور المساعد بتاعه، فبيتصلوا بيه وبيطلبوا منه انهم يجي عندهم بسرعه. وبالرغم من ان فيكتور بيكون سهران بره ومش مهتم بكلامهم اصلا، لكن بمجرد ما بيعرف ان الطبيب اختفى بيطمنها انه هيجي بسرعه. وبيبداوا البنتين يدوروا في مستندات ريتشارد يمكن يفهموا اللي بيحصل. وبتشوف واندا مقاله عن الاحلام، وبيكون ريتشارد قال فيها ان الكوابيس لوحدها ممكن توصل الانسان للموت. وبتستغرب واندا لما بتلاقيه كاتب كل حاجه عن التنويم المغناطيسي بالتفصيل الممل، وبتلاقيه كمان كاتب عن الست اللي بيشوفها في احلامهم، وبيظهر ان ناس كتيره غيرهم بيشوفوها. وبعدها بشويه بيوصل فيكتور للمبنى، لكن بيجي ريتشارد من وراه بعد ما تحول لزومبي وبيقتله بدون ما حد ما يسمعهم. واثناء ما البنتين بيكونوا قاعدين في المكتب بيفكروا في حل اللي هم فيه، فبتشوف مارجو ريتشارد وهو معدي من قدام الباب وبتترعب. فبيخرجوا الاثنين علشان يدوروا عليه، وبيكتشفوا ان بورتر رجع لهم من تاني، وبيقولوا ان ما لقاش اي مواصلات فقرر انه يبات لحد تاني يوم. وبتحكي لهم مارجو عن اللي شافته، لكن بيخمنوا انها مجرد تهيؤات. وبعد تفكير كتير بتقرر واندا انها تستعين بمذكرات ريتشارد وتنيم حد فيهم مغناطيسي، والتانيين يفضلوا سهرانين جنبه ويحاولوا يفهموا اللي بيحصل. وبالرغم من رفضهم للفكره لكن ما بقاش في ايديهم حاجه تانية يعملوها، وبيقرر بورتر ان هو اللي هينام والتانيين يراقبوه. ووسط الليل بتتعب واندا وبتروح تجيب حاجه عشان تشربها، ومن كتر التعب بتنام مارجو ومش بتحس بحاجه. وفي نفس الوقت بيصحى بورتر وبيعاني من شلل النوم، وبتظهر قدامه نفس الست المرعبه وبيبان انها بتتحكم فيه وكانها بتسحبه ناحيتها. وبتفوق مارجو وبتشوف بورتر وهو ماشي بدون وعي، وبتفضل تجري وراه وبتحاول انها توقفه، وفجاه بيختفي. وبتتصدم واندا لما بتعرف اللي حصل. وبعدها بشويه بيهدى الاثنين، وبتقرر واندا انها تعيد نفس التجربه، لكن المره دي تنيم مارجو وهي هتراقبها. وبمجرد ما بتنام مارجو بيظهر شبح الست المرعبه جنبها، وواندا شايفاها لكن مش عارفه انها تتصرف. وفي نفس الوقت بيظهر الزومبي بتاع سيو وبورتر وريتشارد، وبيفضلوا يتمشوا في طرقه المستشفى لحد ما بيقفوا قدام الباب اللي فيه البنتين، وبيكون مقفول وعايزين يدخلوا. وفي الوقت ده بتترعب واندا وبتفضل توجه كلامها لمارجو وبتترجاها انها تقاوم عشان يخلصوا من الشبح ده ويرجعوا الناس اللي اختفت. وبيبدا شبح الست يبص لواندا وكانه متضايق من كلامها وعايز انه ينتقم منها، لحد ما مارجو بتنهار وبتفضل انها تصرخ. فبتخاف واندا عليها وبتحاول انها تصحيها عشان يهربوا. وفي اللحظه اللي بتفوق فيها مارجو بيختفي كل حاجه، وبتروح مارجو تجيب حاجه تشربها. ولما بتطلع واندا علشان تطمن عليها
بتتفاجئ انها ماشيه بدون وعي وكانها اتحولت لزومبي زيهم، وفجاه بيصحوا الاربعه المتطوعين وبيكتشفوا ان كل ده حلم وانهم لسه في مكتب ريتشارد وفي اول مرحله من التجربه بتاعته، وفجاه كلهم شافوا نفس الكابوس وبنفس التفاصيل. وبكده بيكون فيلمنا خلص النهارده، ومش هوصيك بقى لو اول مره تشوف افلامنا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش تشتركوا في صفحه قصه فيلم على الفيسبوك عشان تتابعونا اول باول. هسيب لكم اللينك بتاعها في الوصف تحت. سلام.